ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هكلمكم عن تجربة سنة رابعة. ايه المواد الموجودة في سنة رابعة، وايه الدرجات متقسمة ازاي في السنة، وهل لازم مدرس خصوصي او ادي لابني دروس، ولا ينفع اعتمد على الانترنت وعلى القنوات الموجودة على اليوتيوب. ايه هي الكتب الخارجية اللي ممكن الطالب يعتمد عليها. كل التجربة بكل تفاصيلها هحكي لكم عنها. يلا بينا نبدأ الفيديو. اولا كده المواد الموجودة في سنة رابعة هما 7 مواد: عربي، انجليزي، رياضة، علوم، دراسات، حاجة اسمها مهارات مهنية دي جديدة عليهم، وتكنولوجيا. دول اللي بيضافوا للمجموع. في كمان الدين، ده ما بيضافش المجموع لكن هو مادة نجاح وسقوط للطفل. طيب الدرجات بتتوزع ازاي؟ طيب كل ترم بيكون درجته قد ايه؟ كل ترم بيكون درجاته 700، متقسمين على ال7 مواد الموجودين عندهم الأساسيين. كل درجة بيكون ليها كل مادة بيكون ليها 100 درجة. بتتقسم ازاي 100 درجة او بتحسب ازاي؟ في امتحانات للشهور، هم عندهم شهرين، كل شهر 15 درجة. في كمان عندهم حاجة اسمها مهام أدائية وهقول لكم عليها بالتفصيل دلوقتي، دي 35 درجة وإن شاء الله بيكونوا مضمونين للطالب. في كمان امتحان الترم بيكون عليه 30 درجة، وفي 5 درجات بيكون مع المدرس. طيب بالنسبة للدين، الدين هو عبارة عن مادة نجاح وسقوط. يعني لازم الطفل فيها يعدي هي برضو من 100 درجة، وبرضو ليها مهام أدائية وليها امتحانات شهور وليها نفس درجات متوزعين زيها زي المواد الأساسية، ودي قلنا مادة نجاح وسقوط، لكن ما بتضافش للمجموع. ولو كان الطفل في مدرسة خاصة أو في مدرسة لغات بيكون عنده كمان امتحانات زي المستوى. دي برضو مادة نجاح وسقوط، ولازم الطفل يعدي فيها الدرجات، يعني يجيب درجات تنجحه، ما ينفعش ما يذاكرهاش او ما ينفعش يسيبها او يهملها او اي حاجة من الكلام ده. طيب هل في سنة رابعة ينفع اعتمد على نفسي كأم، او اعتمد على اليوتيوب والقنوات الموجودة الجديدة ان انا اذاكر للطفل منها وما ياخدش اي دروس؟ اه طبعا ينفع جدا، وعن تجربة شخصية وتجربة ناس كتير حواليا شفتهم، وما شاء الله طبعا اولادهم من الاوائل، مش بس نجحوا وعدوا في سنة رابعة لكن كمان جابوا درجات ما شاء الله. وزي ما بقول من الأوائل. في قنوات كتير جدا على الإنترنت بتقدم محتوى المدرسي بطريقة كويسة جدا. بس في طبعا أشهر القنوات اللي بتقدم المحتوى لكل مادة، هقول لكم عليها في آخر الفيديو، بس كملوا معايا. احب بس دلوقتي اطمن كل الامهات اللي موجودين وعمالين يقولوا هل الطفل اللي خد 3 مواد بس، عربي وانجليزي ورياضة، هل هيقدر 7 مواد و8 مواد و9 مواد كمان في مدارس، هيقدر يذاكر كل ده وهيقدر يستوعب ويقدر ينجح؟ اقولك ما تقلقيش، الطفل السنة دي هو تالت دفعة من المنهج الجديد لسنة رابعة. طبعا دفعة احسن كتير من الدفعات اللي قبليها، لان في الدفعة الاولانية لا كان المدرسين عارفين المنهج ايه هو، ولا كان اولياء الامور عندهم خبرة، ولا عندهم اي معرفة بالمنهج ولا بالدروس ولا الموضوعات اللي هيتكلم عنها المنهج. فكانت بالنسبة لهم يعني ايه، خدوا هم الصدمة في كده في الاول. بعد كده تاني سنة الموضوع بقى أسهل شوية، المدرسين أخدوا خبرة واتدربوا على شكل الأسئلة بيجي ازاي، وعلى الموضوعات والدروس اللي بيتكلم عنها المنهج، والربط طبعا ما بينهم وكده. وبرضو أولياء الأمور خدوا خبرة إن لازم وزي ما بقول لكم ان المنهج كمه طويل، انما هو المحتوى على فكرة ممتع جدا وشيق بالنسبة للاطفال. بيتعرفوا على حاجات جديدة، على حيوانات، على بيئات، على حاجات موجودة حواليهم وفي العالم المحيط بيهم. فبيبقى لذيذ جدا ليهم، بس هو بيبقى محتاج بس مذاكرة بدري شوية، لان زي ما بقول الكم طويل. وهيقدر بإذن الله الطفل يلم المعلومات دي كلها، بس هو بيحتاج من الأم متابعة دورية للطفل، بإن هي تنظم له وقته، إن هي يذاكر مادتين على الأقل في اليوم. ما تسيبش الطفل بمزاجه، لازم تكون مخططه له جدول مذاكرة، ان هو يذاكر ايه النهاردة، بكرة هيراجع على ايه، النهاردة اتفرج على مثلا فيديو على اليوتيوب يبدأ يحل عليه. كل الحاجات دي يعني هتاخد وقت ومجهود من الأم شوية. طيب نبدأ نقول كده بسم الله، ونتعرف على مادة مادة كده بتتكلم عن ايه، وشكل الامتحان بتاعها بيكون عامل ازاي، ايه هي الأسئلة اللي ممكن تيجي فيها. هناخد كده من السهل. أول حاجة مادة اسمها المهارات المهنية. دي كده زي مادة الصيانة اللي كنا بناخدها في إعدادي وفي ثانوي. دي بتعرف الطفل على البيئة المحيطة بيه، على مثلا السباكين ايه هي الأدوات اللي بيستخدموها، ازاي نزرع في البيت، ايه هي النباتات، ايه هو الهرم الغذائي، ايه الحاجات اللي محتاجها جسمنا.
هي مادة معلومات عامة أكتر من إن هي مادة دراسية، والأسئلة فيها بتيجي سهلة جدا. امتحانها بيكون الأسئلة بتاعته على شكل يا صح وغلط، يا اختياري، يا وصل، يا إما أكمل، أو بتكون الكلمات موجودة وهم بيكملوا. يعني بتبقى سهلة، والمعلومات متقدمة للطفل، مش بتيجي فيها حاجة صعبة لا بما تفسر ولا النتائج. هو بس الامتحان بتاعها بيكون عبارة عن 3 أسئلة زي ما قلتلكوا، وبتبقى الدنيا سهلة. طيب تاني مادة موجودة عندنا هتكون التكنولوجيا. التكنولوجيا دي هي الكمبيوتر. أنا من وجهة نظري المادة دي محتاجة تدرس عملي أكتر. هي بتكون حصتين في الأسبوع كله، وبيكونوا دايما الحصتين دول في نفس اليوم ورا بعض. بياخدوا فيها عن الكمبيوتر ومكوناته، ازاي ينزلوا برامج، ازاي يتعاملوا مع الانترنت. وطبعا الجيل دون بيتعامل مع الانترنت كتير، ومع أجهزة الموبايلات والكمبيوتر واللابتوبس وكده، فلازم طبعا ياخدوا مادة زي دي. هي مفيدة جدا. الناس اللي بتقعد تقول ملهاش لازمة وليه تضاف على المجموع وليه مش عارفة ايه، ما هي لو مش هتضاف على المجموع الأطفال مش هيذاكروها، لكن هي مفيدة، بس هي محتاجة تدرس عملي أكتر ما تكون نظري. دي وجهة نظري. المادة اللي بعد كده هي العلوم. والعلوم من وجهة نظري هي عبارة عن حكايات عن النباتات وعن الحيوانات وعن الكهرباء والطاقة والحياة اللي حوالينا، وبتبقى مادة ممتعة وشيقة جدا للأطفال، إن هما بيتعرفوا على حيوانات في بيئتهم، كل حيوان بيتصرف ازاي، يعني ياخدها من وجهة نظر الكرتون أو حكاية أو كده، ما ياخدهاش إن هي مادة ولازم تتحفظ، فهيلاقي الدنيا لذيذة ويحبها بإذن الله. بعد كده بيكون عندنا دراسات. الدراسات بيتعرف فيها على مصر، وبيتعرف بيها على المحافظات، بيتعرف بيها على المناخ، على الطقس، على الخريطة، ازاي يفهم ايه هي الخريطة، ايه العناصر الموجودة جواها، ايه هو النشيد الوطني، ايه هو العلم. كلها موضوعات مهمة جدا، وهو بيدرس قشور، هو مش بيدرس بتعمق المادة. فالدنيا برضو بتبقى لذيذة وبتبقى سهلة جدا، وبتبقى مادة الطالب بيقدر يلم فيها درجات كويسة جدا. طيب ندخل بقى للثلاث مواد اللي هتكلم عنهم مع بعض، هم عربي وانجليزي ورياضة. الثلاث مواد دول بيحتاجوا ان الطفل يكون متأسس من السنوات اللي قبل كده. يعني سنة رابعة عايزة طفل بيعرف يقرأ عربي كويس، عارف قواعد النحوية، عارف الحروف، عارف الأفعال، عارف الأسماء، عارف الضمائر، بيعرف يكون جملة، بيعرف يقرأ كويس وبيكتب كويس وبيتملى كويس. ده بالنسبة للعربي. بالنسبة للإنجليزي نفس الطريقة، محتاج طفل متأسس عنده مخزون كويس من الكلمات بتاعة الإنجليش حافظها، لأن هتبقى الكلمات أكتر عليه، ومحتاج ان هو يحفظها كلها. يكون متأسس جرامر على الأقل، مضارع بسيط وماضي بسيط. بعد كده الرياضة محتاجة برضو طفل متأسس. طيب انتي ام بقى وهتذاكري لابنك، وهتعتمدي على نفسك، وهتعتمدي على الانترنت وعلى القنوات اللي بتقدم محتوى تعليم سنة رابعة، وعايزة اعرف اعمل ايه، او ايه هي الاسئلة اللي بتيجي في الامتحانات، انا مش فاهمة الدنيا ماشية ازاي. طبعا زي ما قلت المهارات والتكنولوجيا أسئلتهم بتيجي بسيطة، بتيجي صح وغلط، أو اختار أو وصل أو أكمل من الكلمات الموجودة عندهم، إن هي مجموعة كلمات وهم يحطوها مكان النقط، فالامتحانات بتبقى سهلة. العلوم معروف إن هو بيجيله مصطلح علمي، بيجيله صح وغلط، بيجيله اختياري، بيجيله بما تفسر، بيجيله صورة وبيقوله بتدل على ايه الصورة دي. الدراسات لازم يكون فيها سؤال خريطة طبعا، بيكون فيها صح وغلط او اختار او بما تفسر او ايه النتائج المترتبة على، وكل ده الطالب بيتدرب عليه وبيعرفه، او برضو اكتب ما تشير اليه العبارة، او ايه هو المصطلح العلمي. الرياضة برضو بيكون شكل الامتحان الشكل المتعارف عليه، هتلاقي في الكتب الخارجية اللي هتجيبيها شكل الامتحان بيبقى عامل ازاي، يا اما برضو صح وغلط، يا اما اختياري، يا اما مسائل هو يحلها، يا مسائل كلامية. فطبعا هتبقي عارفة شكل الأسئلة عامل ازاي. بعد كده الإنجليزي بيبدأ أول سؤال بسؤال اللي هو الاستماع، ده سؤال جديد. دي عبارة عن قطعة بتكون مع المدرس، وبتكون في ورقة الأسئلة عبارة عن 3 نقط. الطالب بيحط قدامها يا true or false أو T أو F، أو يحط صح أو غلط. ده عبارة عن سؤال استماع، يعني المدرس بيدخل يقرأ القطعة مرة واتنين، وعلى اللي سمعوه التلاميذ ان هم يقدروا يحطوا صح وغلط قدام ال3 أسئلة اللي بتكون موجودة قدام.
وبالمناسبة سؤال الاستماع بيكون موجود زيه برضو في العربي، بيكون 3 نقط، 1 2 3، وبيدخل المدرس يقرأ القطعة، والطلبة بيحطوا صح أو غلط أو بيحطوا اختار بناء على القطعة اللي سمعوها. فلازم الطلبة يتدربوا عليها أكتر من مرة، عربي أو إنجليزي. طبعا في الاختياري في الإنجليزي، في كمان القطعة اللي بيطلعوا منها بيكون عليها أسئلة وبيطلعوا الأسئلة من القطعة، أو القطعة اللي بيكون فيها كلمات ناقصة وهم بيكملوها، بيكون الكلمات موجودة قدامهم وبيكملوا النقط أو يكملوا القطعة من الكلمات دي. بيكون كمان في توصيل، بيكون في سؤال بانكتويشن، بيكون في سؤال باراجراف، وده سؤال مهم جدا السنة دي، لازم يتدربوا عليه كويس. لازم الطفل زي ما قلت يكون متأسس عشان يقدر يكون جملة صحيحة. دي أسئلة الإنجليزي. طيب بعد كده العربي بيكون موجود زي ما قلت لكم، أول سؤال هو سؤال الاستماع، بعد كده بيكون تاني سؤال اللي هو التعبير. هم عندهم اسمها كتابة سردية. الكتابة السردية دي هياخدوا مع المنهج أنواعها، برضو بتكون قطعة ويطلعوا منها المكان، الحدث، الوقت، التفاصيل. الحاجات دي هيبقوا يتدربوا عليها طول المنهج، وبيبقى سهل وبسيط، مش مفهوش اي صعوبة ولا اي حاجة. بيبقى عندهم نصوص متحررة وقراءة متحررة. يعني ايه نصوص متحررة وقراءة متحررة؟ يعني المنهج بتاعهم بيكون فيه دروس قراءة ودروس نصوص. الدروس دي ما بياخدوش منها حاجة، يعني ما بيحفظوش النشيد زي ما هو كده زي ما كنا بنعمل زمان، او بيحفظوا درس العربي زي ما هو ويبدأ يحفظ الأسئلة، قال أمل لأحمد ايه وقالت مش عارفة مين لإيه لأ. هما اللي عليهم ان هما بيحفظوا المعاني، المرادف بتاعها، وبيحفظوا المضاد، وبيحفظوا المفرد والجمع. وبتجيلهم المعاني دي ازاي؟ بتجيلهم ان مثلا خد في الدرس القلب معناه الفؤاد، بتيجي قطعة مش واخدها خالص في المنهج، موجود فيها كلمة الفؤاد، وبيجي تحت في الاستخراج بيقولك استخرج من القطعة كلمة بمعنى القلب. هو هيبقى عارف ان القلب دي معناها الفؤاد، وبتبقى موجودة عنده في القطعة. فهي ده معنى القراءة المتحررة والنصوص المتحررة. كمان بيجي سؤال او سؤالين مقاليين ان هما بيطلع الاجابة بتاعته من القطعة، فبتبقى الدنيا سهلة عنده، وبتعتمد على ان هو بيقرأ صح او بيعرف يقرأ بمعنى اصح. كمان بيكون عنده النحو، بيطلع استخراجات من النحو او بيعرب. كمان عنده سؤال ان هو بيصحح الخطأ، بتكون كلمات موجودة مكتوبة فيها غلط إملائي، هو بيصححه. طيب انا كأم دوري ايه مع ابني اللي رايح سنة رابعة؟ دورك معاه ان انتي تفضلي متابعاه اول باول، سواء كان هيخش دروس وسواء كنتي حضرتك هتذاكري له. يعني حتى لو هياخد دروس انتي اللي هتنظمي له وقته. يعني هتشوفي الطفل ده هيجي من المدرسة الساعة كام، وبناء عليه هتشوفي هو بينام الساعة كام، قدامه فترة قد ايه، الكام ساعة اللي هيبقى قاعدهم بعد طبعا ما ياكل ويكتب واجبات ويريح ويشوف هيعمل ايه. هتشوف فاضله ساعة ولا ساعتين ولا 3 ساعات في اليوم. ال3 ساعات دول لازم يتقسم عليهم مذاكرتين، لازم يذاكر مادتين في اليوم اقل حاجة. كمان تعملي له جدول مذاكرة، بحيث تشوفي ايه هي المواد اللي هتحتاج منه ان تتذاكر مرة واتنين وتلاتة اللي هو ضعيف فيها، وايه هي المواد اللي هتكتفي ان ممكن تتذاكر مرة واحدة في الاسبوع ان هو هيفهمها بسهولة وبيقدر يستوعبها من اول مرة. وفي مواد طبعا زي المهارات قلنا والتكنولوجيا، مش مواد ان هي تحتاج ورقة. في مواد طبعا زي المهارات والتكنولوجيا، دي مواد ممكن تتذاكر مرة في الأسبوع، وممكن في مرة المذاكرة تذاكري له 3-4 دروس من المادة، لأن هي بتبقى عبارة عن معلومات بياخدها، معلومات عامة، وما بتبقاش مادة حفظ ان هي ماسك ورقة وقلم وبيحفظ. هي بتبقى استماع أكتر، سواء سمع منك أو سمع من قناة على اليوتيوب أو من على شرح من على الإنترنت. فدي بتحتاج ان هي تذاكر مرة واحدة بالكتير في الأسبوع، بيقدر الطفل يلم فيها المنهج يعني ما تقلقيش منها خالص. انما مثلا مادة زي الانجليزي بتحتاج اقل حاجة تتذاكر 4 مرات في الاسبوع، ده اقل حاجة، لان طبعا كلمات وبيحفظها وعلى حسب ما تشوفي برضو استيعابه للحفظ عامل ازاي. بس اقل حاجة في الانجليزي يبقى 4 مرات. الرياضة برضو نفس الطريقة، لان عبارة عن حل مسائل، فلازم كذا مرة يبدأ يحل مسائل كتير عشان ايه يبدأ يتعود على طريقة الحل ويحفظ طريقة الحل عاملة ازاي. لو لسه مكملين معانا الفيديو، ولو حابين ان نعمل لكم جدول مذاكرة
تمشوا عليه. اكتبوا لي في الكومنتات وابعتوا لي لو كان الفيديو عجبكم، واعملوا لي سبسكرايب للقناة عشان انزل لكم كل جديد، وكونوا متابعيني على طول. طيب، كنت قلت لكم في اول الفيديو في حاجة اسمها مهام ادائية الطالب بيمتحنها، ودي عليها اكبر درجات، اكتر حتى من امتحان الترم. عليها 35 درجة من 100 درجة بتاعت كل مادة. بتكون شكلها عامل ازاي؟ دي بتكون عبارة عن 5 نماذج. بتنزل النماذج دي سؤال او سؤالين في كل نموذج على الانترنت، طبعا قبل المهام الادائيه بفتره. وبيكون نازلين بالحل طبعا. حضرتك بتحفظي ال5 نماذج دول، او لو مش عايزه كل مدرسه بتنزل 3 نماذج. لازم الطفل يكون حافظهم وحافظ اجاباتهم، بيتعود على طريقه الحل عامله ازاي، المدرسه بتشرح له. وبيجي يوم الامتحان المدرسة بتختار نموذج من ال3 اللي كانوا معرفينهم للطالب، يعني معرفينه طريقة الإجابة بيكون ازاي، وشارحين له ال3 نماذج عبارة عن ايه. بيكون في نموذج بيختاروه بيحلوا الطالب، وزي ما قلتلك ان بتبقى درجاته مضمونة، لان سؤال بيبقى حافظه هو. طيب، بالنسبة للقنوات الموجودة على الانترنت، ايه احسن القنوات اللي محتواها بيكون مفيد وعن تجربة شخصية طبعا؟ أو العلوم، أول حاجة ميس منى عزام. قناة العلوم دي حكاية. القناة بتقدم علوم وبتقدم مهارات لسنة 4 وسنة 5. القناة مفيدة جدا جدا جدا، وتابعوا الفيديوهات على طول باستمرار. بتكون مقدمة الشرح على شكل حكاية، فطبعا ده بيكون مسلي للأطفال، ان هم كأنهم بيتفرجوا على فيلم كرتون كده، او بيسمعوا حكاية قبل النوم، فبيبقى لذيذ جدا. في كمان قناة للدراسات بتاعت مستر زكي عطا شحتو. بيشرح المنهج بطريقة كويسة جدا، وممكن الطالب يقدر يعيد الفيديو. الرياضة، في قناة اسمها قناة رياضتنا بتاعت مستر محمد إبراهيم. دي قناة بتقدم رياضة وبتقدم تكنولوجيا وبتقدم علوم. في كمان العربي، قناة ميس آية فودة. كده دي القنوات اللي تقدروا تتفرجوا عليها عن تجربة شخصية كويسة جدا ومفيدة، وتقدروا تتابعوا وراهم. لو مش هياخدوا يعني الولاد دروس ولا حاجة، هتقدري تعتمدي عليهم اعتماد كلي، مع شرح المدرسة، مع متابعة حضرتك، مع ان بعد الفيديو يحلوا على طول اسئلة في الكتب الخارجية عشان تثبت المعلومات عندهم. الدنيا هتبقى تمام، ومش هيبقوا محتاجين اي حاجة تاني ان شاء الله. الانجليزي، في قناة مستر انجليزي تقدروا تتابعوها. طيب، ايه احسن الكتب اللي اقدر اجيبها واعتمد عليها؟ الكتب كلها الخارجية بيكون موجود فيها معلومات، وموجود فيها اسئلة، وموجود فيها حل للاسئلة دي، عشان لو الطالب معرفش سؤال او معرفش حله، او حضرتك معرفتيش الاجابة ايه، بتكون الاجابات موجودة اخر الكتاب. فطبعا بتكون كويسة جدا ان انت تقدري تعرفي الاجابة ايه وتعرفيها للطفل. بس انا عن تجربة شخصية، العلوم والدراسات المتميز ممتازين جدا. المعاصر في الانجليزي كويس جدا. الرياضة الأستاذ أو الأضواء كويسين جدا. العربي نفس الطريقة، الأستاذ كويسين جدا جدا جدا. المهارات والتكنولوجيا والدين ما بيحتاجوش كتب خارجية، تقدري تشوفيه من على الإنترنت، يعني الملخصات بتاعة الدروس، وممكن تطبعي بس ساعة الامتحانات الأسئلة اللي بتنزلها المتميز عشان يعرف الطالب شكل الأسئلة بتبقى عاملة ازاي في الامتحانات دي. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، يا ريت تعملوا لي كومنتات، تقولوا لي ايه الموضوعات اللي عايزينها اكتر عن سنة رابعة، او ايه الجزء اللي ما قلتوش في الفيديو حابين تعرفوا اكتر. وتعملوا منشن يا ريت في الكومنتات للناس اللي داخله سنة رابعة، وحاولوا تطمنوهم شوية بالفيديو ده. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك للقناة عشان يوصلكوا اي جديد، وتعملوا لي لايك.